السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تحياتي ليكم اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد اللفندي. الحقيقة بس عندي في كلام حصل كتير جدا في الاحتفالية بتاعت النادي الاهلي بدرع الدوري العام للمرة 43. من ضمن الكلام اللي حصل ده محمد شريف وزوجة محمد شريف اللفندي اللي في حتة تانية عندي، هداف النادي الاهلي. ايه اللي حصل من زوجة محمد شريف على الهوا هقول لك، ولكن لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس على الكل، ما تنساش صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله. زوجة محمد شريف هداف النادي الاهلي، هو طبعا وكهربا يعني الهداف، بس محمد شريف وهو على اللقاء على قناة النادي الاهلي، المذيع بيسأله بيقول له خلينا نسأل بقى زوجتك انت بتحب اكل ايه؟ فبيسألها، فهي ردت بعفوية قالت له ان هو بيحب المحاشي جدا، اي محشي، وبيحب الحمام المحشي بطريقة غريبة. فطبعا يعني انا مش عايز اقول لكم المحشي ده، الحمام المحشي ده حكاية يعني. بس انت كده مش عارفة انك انت لبستيه في الحيط. انت كده مش عارفة ان ده المصيبة بقى والكارثة، ان ده ممنوع، ولو المدرب عرف هيبقى فيه مشكلة. ولو التمرينات دي المدرب حس ان في فرق في الوزن نص كيلو بس او ربع كيلو، بيخليه يركن من التمرينات. فطبعا هي كده من بدون ما تقصد وعفوية اديته كده واحدة في التمانيات يعني. عارفين انتوا الحتة دي؟ ولكن دي بتعدي في احتفاليات وحاجات زي دي، وطالما هو مش مقصر في التمرين ووزنه ما زادش خلاص. لكن هيخلي باله بعد كده بقى. عموما تفاصيل لذيذة قوي وعفوية أكيد طبعا، وبنتمنى لهم التوفيق كلهم، ويا رب يرزقنا ويرزقكم كده بالحياة السعيدة مع زوجات صالحات يا رب، اللهم آمين. وأتمنى لكم وأتمنى للجميع الخير والتوفيق. أشوفكم في فيديو جديد، في رعاية الله، تحياتي ليكم، سلام.